لازمكم تفهموا حاجه شباب، اللي راهو الجهل مصيبه كبيره برشا. تعرفوا شيء هذا؟ معناتها اذا فيكم واحد مش قاعد منتبه لقرايته، مش ليه بقرايته، لازم يقرا على روحه. به خاطر جهل مصيبه كبرى كبرى، فهمت؟ به هذه حاجه. ثاني حاجه، سوء التغذيه مع سوء التربيه ينتج عليه حاجه منيكه برشا. هذه كلكم تعرفوه معناتها علميا. سوء التغذيه مع سوء التربيه ينتج حاجه منيكه، حاجه معفطه، فهمت؟ به فانا خويا فما واحد يحب يجرب متاعي، يحب يشوف ولا شنو الحكايه، ما فهمتش خويا. من فتره سيد طلع اخويا جبت زبي من 6 شهور 7 شهور في لايف يحكي على الزبي في كلام غلط وفي كلام مش صحيح، وسكت على روحي. انا ما جاوبتوش، قلت خويا شنو الحكايه؟ نيكو بصفر يبعث ينيك، ما عادش تحكي معاه. ايش بتروحك خويا؟ ليش تقعد انت تدخل في معامه؟ زيد 3 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور ولا شهرين ولا قديش، شاءت الاقدار وتلاقينا. ان كنت فاكر ان كنت ناسي بفكرك، فهمتي ولا؟ تلاقينا في بلاصه، فهمت؟ بعث لي سيرفر وبعثته ينيك، والله بعثته ينيك، وطلع في لايف وحكى فيرسيون اخرى، وجاو قالوا لي وقلتني كمها ابعث ينيك البنل، قدرك مش من قدرهم، غلطه عملتها في كاريرك، صحبت ناس كيفهم، انسى الموضوع، ربي معاهم. اما خويا مفاشة هذه الزبي، خويا طلع الزبي سارق، الزبي حسان الزبي سارق شنو؟ سارق تروفيه هيك زبوره هذه خويا، سارق تروفيه ملا تيتر، ملا تيتر الزبي العصبه صاحبي. نقول لك اما ان كنت فاكر، ان كنت ناسي بفكرك يا ضلعي، فهمتي ولا؟ اللي انا صاحبي ويتك انت ومرتك تقريب شهرين في داري، فهمتوا ليه؟ وقت كانت امورك منيكه وخسرت فلوسك في القمار وتنيكت حالتك وواحد وكذا، ووقت جيت مروح انت معناتها من داري نكتني في شطر دبشي سراولي ومراولي والزبي اللي شاريه بالك كل نكتم لي، فهمت؟ ان كنت ناسي بفكرك يا ولدي باش ما تمشيش تنسى، فهمت؟ وان كنت ناسي بفكرك ولدي وقت امورك تنيكت وتنكت فلوسك في القمار، فهمتوا ليه؟ وتناكت في القمار وفي مواضيع اخرين، فهمتوا ليه؟ وجيتني خويا وجيت تبكي لي وسلفتك فلوس وعطيتك وعاونتك ومرمت الزبي باش رجعتهم لي. ان كنت ناسي بفكرك باه، وان كنت ناسي بفكرك ولدي، ريت التروفيه هذاك تاع اليوتيوب، مش متاع النيمو الفيك هذوما متاع ابو دور والزبي، هذاك مليون سبسكرايبر، فهمت؟ واحنا حاليا عندنا 8 ملايين تقريبا، 8 ملايين عاملين 580 مليون مشاهده في اليوتيوب، فهمت؟ هذا راهو قله اللي عندهم منه في تونس، فهمت؟ ماهوش فيك، هذاك من منصه عالميه معترف بها في العالم، ترتيبها اول في العالم، مش من منصه ترتيبها 8000 ولا 9000 ولا 10000 في العالم. هذه حاجه. ان كنت ناسي بفكرك يا ولدي، في الفتره هذه وقت انا عندي مليون هذاك، انت وقتها كنت تبعث لي في ميساجات وقتها في الانستغرام تقول لي برسمك نحب نلعب معاك وبرسمك دخلني للكلان. ان كنت ناسي بفكرك يا ابني خويا، رد بالك تنسى الامور هذه، رد بالك. به شوف انا خويا راني ما فهمتش علاش خويا يثبت فيا، الله اعلم، يحب على متاعي يجربوا، اما مش مشكل. شوف ولدي هذه خويا باش نعطيها لك من الاخر، باش بربش الزبي مرة الجاية، ولا باش بربش الزبي مرة الجاية عصبة باش نجبد لك خرمك، وتعرف خرمك ينحكي عليه خرمك، فاهموا ما هو؟ درني مش نحلطوا وحطوا في لايف نبعثوا لفلان وفلان كيف يشوفوا باش يبعثك تنيك تحشي لك، هو ديجا باقي لك كان هذاك معناتها في الدنيا كانت نكت فيه عاد فيه الزبي، فهمت؟ وكا هو خويا وربي يهديك وان شاء الله خويا ربي يتوب عليك، ونقص الزبي، نقص من الواحد راه نقص من خليتك تشم شويه شويه الزبي نكتلها راك تحكي في مواضيع حولها والزبي تخرجنا سريق الزبي، خليتك تشم شويه شويه في الكوكا الزبي نكتلها الزبي واللي خارج في لايف الزبي تخرجنا سريق عقاب عمرنا. شبيك صاحبي يا اخي مهبول؟ حول ولا قوه الا بالله. باي ذا واي بلي نسيت حاجه، سوء التربيه وسوء التغذيه يعمل صاحبك هذاك اللي انت وياه معناها ديما تصير عركه ويجي والزبي يبعب على البصاص هذاك. ان كنت ناسي بفكرك هو قال والله اعلم، هو على حسب ما حكى وقتها وحكينا، فهمت؟ قال اللي فهمت الكريك عندك اموره تعبه، فهمت؟ هذاك علاش ما نجمش تجيب الخليفه، فهمت؟ بلغه اخرى ما نجمش نقول لك حاوي ولا شنو، ما نعرف توجع، فهمت؟ ولكن خويا احنا ما نتشمتوش، هذه حاجه ربي ان شاء الله ربي يرزقك
اما خويا سايب العباد خويا، ما بربشتكش ما تبربشنيش. الزبي يبعد الزبي يا خويا، بعدت عليكم شله كي الزبي خويا، بعدت عليكم علاش تبربشوا في الزبي يا صاحبي؟ ليش تبربشوا في الزبي؟ الزبي دير فيك الايام خويا على زوز تيكيات نيك. بعثت لهم الوسيموس، وسيموس بعث لي 18 تيكي البارح نتاع فوت، بعث له انا زوز تيكيات نيك شعلت الدنيا. كيفاش تبعث له يا زبي؟ كيفاش تبر في الزبي انت يا زبي؟ الحسيل هذا هو الحديث كيما قلت لك، باش بربس زبي عصبه المره الجايه باش نجبد لك خرمك، وخرمك تعرف زكم وشنو اللي نحكي عليه. حياتك اني كنحطمها لك عادي جدا، انا ما عندي زبي ما نخسر. انت هي نقطه وارجع للستري. خلينا نرجع نستريم على روحي، عطيتك تقريبا 5 دقائق من وقتي برشا، نرجع نخدم على روحي. هاي الاولاد ليتس جو رداد يو فاموس. شكون مش لازم مش سمع الاولاد، مش لازم راني انا شوف، مش لازم نسمي بالاسم. هو كي يشوف ويسمع الكلام يفهم المعنى عليه هو واضح معناه، من غير ما نسميه بالاسم، فهمت؟ غير ما نسميه حد خويا، وما غير انتم زاد ما تسميوش، بالكم تسميوه، فهمت؟ هيك هو خويا علينا في الموضوع هذا. هو تحبوا نكملوا دريبات حرب الكلانات مع الاولاد، ولا تحبوا نمشيو ردات ديريكت؟ اعطيوني خويا شنو تحب، فهمت؟ قولوا لي شنو تحب. ان كنتي ناسي بافكارك، فهمت؟ يا والخمار والكوكا مع الزبي الزطله تنيك، راهو العبد راهو مخه يتناك. الزبي عبد مخه يتناك يولي يحكي في مواضيع يسو ينفض وحده ويزريق ويتناك في مخه هيك. وربي يهدي صاحبي. هاي وين؟ ان كنتي ناسي بافكارك. هو يمكن راهو الكلام اللي قلته راهو ما يفهموش، فهمت؟ ان كنت ناسي بفكرك خاطر صفر كي الزبي هو مش صفر، هو شنو هو؟ لحظه بركه نوريكم. هو هكا بالضبط. هاي هو صفر، هو فوق صفر بشويه، هو 0.86 اهو. كبرهولو بالباهي باش ماك تعرف. جاهل راهو كي الزبي، راهو جاهل نيك، راهو مصيبه كبرى. اوكي يلا ليتس جو شباب، خلينا نمشيو على رواحنا. شنو تحبوا؟ سبسكرايبر، فهمت؟ واحنا حاليا عندنا 8 ملايين، تقريبا 8 ملايين، عاملين 580 مليون مشاهده، عاملين 580 مليون مشاهده في اليوتيوب، فهمت؟ هذا راهو قله اللي عندهم منه في تونس، من منصه عالميه معترف بها في العالم، وترتيبها اول في العالم، مش من منصه ترتيبها 8000 ولا 9000 ولا 10000 في العالم. هذه حاجه. خليك سيرت الحوايج. بفكرك يا ولدي الفترة هذه وقتها أنا عندي مليون هذاك، أنت وقتها كنت تبعث لي في مساجات وقتها في الانستغرام تقول لي برسمك نحب نلعب معاك وبرسمك دخلني الكلان. إن كنت ناسي دي حقيقة والله. هنا الله اللي ربي راهو ليت تاريخ، فما تاريخ راهو ناس تعرف. راني أول ما حكيت معاه بالفلوس يا ناس، الولاد الناس كل تعرف الحقيقة اللي أنا حكيت معاه أول مرة، ناس كل تعرف اللي انا حكيت فيها في لايف وتنيك وقتها، والعباد دارت عليه وقتها قال لي بالفلوس، فاهم؟ يحكي عليه خرمك، واش يحكي عليه؟ يحكي عليه مش نحلته وحطه في لايف، نبعثوا لفلان وفلان كيف يشوفوا باش يبعثك تنيك. شد لي باقي لك انا هذاك انت نكتي عاد في الزبي. واجا احكي الزبي، اجا احكي معايا فاس فاس، احكي معايا فاس فاس. اليوم خليتك تشم شويه في الكوكا. الزبي نقتلها هم الزبي وليت خارج في لايف، الزبي باش خرجنا سريق. خليتك تشم في الكوكا شويه ونقص من حول ولا قوه الا بالله. خليتك تشم في الكوكا. سوء التربيه وسوء التغذيه يعمل. اسمع شكون يحكي على سوء التغذيه؟ انت وياه معناها يا سكومك وديش احكي معايا ديسكورد، ديجا ديسكورد، قولوا له جي يحكي معايا ديسكورد، قولوا له جي. انا بديس مستحيل ليه؟ فهمت؟ هذاك علاش ما نجمش تجيب الخليفه، فهمت؟ بلغه اخرى ما نجمش نقول لك حاوي ولا شنو، لكن انا ولكن خويا احنا ما نتشمتوش، هذه حاجه ربي ان شاء الله. ربي خلينا خليفه وحاوي، ما تبربشتكش ما تبربشنيش. اسمعوا مني انت زبي، بعدت عليكم شله كي الزبي خويا، بعدت عليكم علاش تبربشوا في الزبي يا صاحبي؟ اسمعوا مني كيفاش يفرسوا ربو
وصافي كيف يجيب نسربو. وخويا على زوز تيكيات نيك سايبو خليه يكمل يا 18 تيكي خليه يكمل يا بعت له انا زوز تيكيات نيك شعلت الدنيا كيفاش تبعت له يا زلمه حبيبي. اسمه من المنطق متاع الزب. اسمه من المنطق متاع الزب. درب الزب يا عصبه المره الجايه باش نجبد لك خرمك وخرمك تعرف الزكم وشنو اللي نحكي عليه. حاوي الكل من حاوي احمد ملاك حاوي وانا حاوي وعمر حاوي. نقطه وارجع للستر نستريم على روحي عطيتك تقريبا 5 دقائق من وقت. يبدي كانوا راجل يجي يحكي مع الزب في ديسكورد. كانوا راجل. لا انا على بديس مستحيل يكون يحكي على بديس. مستحيل. الاولاد مش لازم راني انا شوف مش لازم نسمي بالاسم هو كي يشوف ويسمع الكلام يفهم المعنى عليه هو واضح معناها. شوف شي بديس الزب يقولوا معرس الزب شو دخلوا برا بالزب. ما تسميوش بالكم تسميوه فهمت. هيك هو خويا علينا يا ودي كانوا راجل علاش صاحبي نكتبوا على بعضنا ونفلموا ونسب دريبات 30 سنة تحبوا نمشيو رديت ديريكت 30 سنة كانوا راجل يجي وجه الزب على عمر يودي علي يحبه كانوا راجل خلي يجي يحكي خلي يحكي الكلام خلي يحكي الكلام هذا يا والخمار والبوكا مع الزب الزطلة تنيكرا والعبد راه مخه يتناك الزب يقولوا له خويا يجي ديسكورد ويحكي يواجه يواجهنا يزريق ويتناك في مخه هيك هو ربي يا بوس انا في هاي وين؟ من كنت ناسي بابا كارك هذيك انت هو يمكن راهو الكلام اللي قلته راه ما يفهموش فهمت ان كنت ناسي بفكرك خاطر الصفر كي الزبي هو مش صفر هو شنو هو الاحلى بركه هو هكا بالضبط بوس بي ناقص ناقص خلطة يا الزبي ناقص خلطة على الاخر والله ناقص خلطة الزبي ناقص خلطة صراحة بالرسمي ناقص خلطة انا نعرف انا يا اخي زبي خالد عبيد هو خالد عبيد خالد هو خالد هو شكون خالد صور 86 بس صور 86 ويضحك الزب بيانين ولا مستوى رذيل الزب ايش وينك مول ولا مستوى رذيل يا بيانين مخي بايجابيتك ومخي بكلامك مش هكا جمله صح حكيت حكايات مانيش فاهمك انا بيوم نحبك تجي ديسكورد كانوا انسان راجل كانوا هو انسان راجل كلمة راجل عنده في فمه كلمة راجل ما عيطوله يا راجل كانوا راجل يجي يحكي مع الزبي تو وكانوا راجل أكثر من هذايا كانوا بالرسمي راجل طاو نطلع له أنا تو نكلم طاو نطلع له بالصفاقس وطاو نحلو لايف ويحكيهولي الكلام هذا اللي يحكي فيه تو كانوا راجل هو مش نحكي حتى الزكم موضوع كانوا راجل يجي يحكي ويعاودوا الكلام هذا كانوا راجل ساعتين 10 ماضي ساعة أنا كانوا راجل كانوا الزكم إنسان راجل بالفم وبالملاء وسام الرومي لا بيانيل لا برانيك روحك أنا بيانيل ساعة أول مرة أنا بعث له ميساج اللي هو قال تبعث لي باش تلعب معايا وشنو يسيبي أول مرة أنا بعث له ميساج قديش تخدم معاي بالفلوس نايك وتلب عليا وقتها قلت لكم 700 دينار الزب وحكاها في لايف الزب كيفاش تحكي الزب يا اخي الزب من اول اعطيكم ابسط حاجه الزب بابسط مثال الزب اللي قال انا مشيت له اللي هو وقلت له عاوني ولا يجي خلينا نلعب معاك اقسم بالله طلبته خدمه فلوس نخلصك فلوس تعمل لي ببليسيتي نخلصك فلوس طلب علي برشا فلوس ما خدمتش معاه جبتها بذريعي فهم قال لي انت 086 جبتها في باك ليبر فهم انا وصل القرايه بريمير بعد مشيت ليبر دوزيام تروازيام معديهم نوم وصلت باك ليبر مشيت عديت شويه سبور ورا الزبي جبت في يوم 086 هكا هو ما عديت حتى حاجه خرجت في التلفزه وقلت اسالني قديش في الباك 086 لاني الاول ولاني الاخر كان انا 086 مالي اللي نبطل نور الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير اكيد راكم تبعتوا شنو اللي صار في النهارين هذوما نعرف الكوميونيتي نتاع الجيمنج 80% فاهم القصه كيفاش بدات اسم تونس اللي تتفرج في النيمو
عارفه شكون اللي بدا الاول كيفاش بدات الحكايه. ولكن انا راني في الفيديو هذا جوست حبيت نوضح للناس اللي تتبع من بعيد، شخص شاف ستوري ولا شاف لقطه مخصوصه في تيك توك خاطر يقصوا ويحطوا اللي يحبوا. السيد هذا تقريبا عندي 10 شهور ما عادش نحكي نواه، صاحبتنا وفيات كل واحد على روحه وكل واحد ربي معاه وربي يسمعنا على بعضنا خير. ما رعني انه السيد في كل مره في لايف نتاعو يجبد اسمي، جبت اسمي من فتره 6 شهور، حكى عليا وقلت بيه نيل ما تجاوبوش ومستواك مش من مستواه 086 بالنسبه له هو. اي جواب باش تجاوب عليه باش يطلع يسب لك امك في لايف، هذاك هو شنو يعرف كان السبب. ثاني مره جبدني وسكت زيدا، قلت موضوع مش مهم جدا مش نجاوبه، خليه ميسي فرخ صغير يعرف شنو يحكي يهز وينفض مع تاثير حاجات معناتها فهمتش ولا ما ربي يهدي. اما الثالثه كانت ثابته شباب، على خاطر الثالثه جبد موضوع حكى قال اللي انا سرقت له تروفيه نتاعو نتاع نيمو معناتها لهنا يسرق فيه قدام الكوميونيتي في لايف ستريم. فانا رديت الفعل على الكلام اللي قاله هو في ستريم بعد بنهار. يعني الاشخاص اللي تحب تتبع الحكايه كيفاش بدات راك تنجم ترجع لستريمات النيمو، الريبلايات موجوده بالداتات وترى شكون اللي بدا يحكي الاول وكيفاش بدات القصه. خاطرني انا الحمد لله في كاريري راني ما نجبدش نعملش مشاكل وما نعملش الباس بالامور هذه، خاطر عيب وما يصيرش وما هوش من شي من الرجال. ردة الفعل نتاعي ما كانش فيها لا سبان ام ولا جبدان اسامي. بيهدي هو اللي بدا بسبان الام، هو اللي بدا يجبد لي في اسمي ويحكي عليا ويشهر بيا، فانا رديت الفعل كما قلت لكم. النقطه الثانيه اللي نحب نجاوب الاخت اللي هبطت عليها ستوري وقالت تحكي في الولايه. انا ما حكيتش عليك يا اختي وما جبدتكش في حتى لايف، ونتحداك انت والصفر 86 نتاعك كان تجيب لي اي ريكورد فيه انا نحكي عليك والا حتى نرمي في المعنى عليك يا اختي. ربي يهديك، اللي عملته عيب، حسبي الله ونعم الوكيل. ما باش نقول حاجه باش نعلق على حاجه في الستوري نتاعك اللي انت قلت ما نجاوبش عبد يوما ما دخل لداري وكلا الماء والملح. صحيح يمكن يوما ما دخلت لدارك مرتين 3 4، ولكن ان كنت ناسي بفكرك يا اختي راني دخلتك لداري وكليت الماء والملح في داري لطيلة شهرين او اكثر انت وصفر 86، وعطيتك السبيت نتاعي باش تاخذ راحتك انت وراجلك. هي خليها لهنا ما تنساهاش. فما ناس كل واحد اصله، فما ناس تشوف بالخير اللي عملته معها الناس، كل واحد يرجع ليه اصله وربي يهديك وربي يسامحك ان شاء الله. شيء اخر نحب نعلق عليها في الستوري بتاعك، انت قلت راجلي كان يجاوبوا تو يولي ما عادش يخرج من الدار. انا هو راجل تحكي عليه بلا يا اختي خرجوا حطوا في الشمس على الاقل يتشمس شويه ياخذ فيتامين دي خير من اللي هو يقعد على البيسي يا في الفرش راقد. هذه الحكايه شباب ان شاء الله يكون لكم درس وعبره في حياتكم باش تعرفوا شكون تخلطوا في الحياه، على خاطر انا غلطه عملتها في كاريري خلطي بالناس هذوما وتضريت منهم على الاخر. راك تشوف الكوميونيتي نتاع الجيمنج تعرف انا خيري سابق عليهم وقداش سيبورتيتهم وقداش عاونتهم ووقفت معاهم. حسبي الله ونعم الوكيل، ربي يهدي جعلوا لله. سلام. تو علاش النفاق بالله؟ علاش النفاق؟ باه الحكايه بدات عندها 8 شهور كيكا هنا في تركي. باه تعاركت انت وصاحبي اللي هو صاحبك وضحش جاي تكون بحداك 6 شهور. تعاركت انت وياه من بعد ولا مانيش عارف. انا في تركيا وقتها ما عندي حتى دخل. تجبدت انا في العركه. كيفاش تجبدت انا؟ خرجت انت تحكي بلسانك قلت راهو صاحبه هذاك يعطي له فيه ويطلع عليه في الحكايات ويقول غاير منه وما يحبلوش الخير ودرا شنو. انت قلت هك في اللايف نتاعك على طفل صاحبي هذاك. باه هو من جهته حكي عليك شنو انت تحكي شنو تعمل شنو ما تعملش ما يهمنيش. توا من بعد 8 شهور الحكايه توا عندها 8 شهور قلت انا نطيش عليك في الكلام. انت حكيت لي انا في 8 شهور هذوما قاعد نطيش عليك في الكلام. انت قلت في 8 شهور هذوما انا نطيش عليك في الكلام وانت عديتها لي المره الاولى والثانيه. يا اخي الجمعه اللي فاتت ماناش في نفس ديفيرمون مش بيناتنا زوز كراسي. يا اخي كان جات عندك مشكله معايا ولا انا جبتك مرتين يا اخي ما كنتش تنجم تدور تحكي فيه معايا الموضوع. الجمعه اللي فاتت قابلتش انا وياك في ايفيرمون تيليكوم. ما بيناتنا مشكله. شبيك ما حكيتليش اللي بيناتنا مشكله؟ انت تعرف وانا نعرف اللي ما بيناتناش مشكله. اما انت هز خشمك وانا هز خشمي وما نحكيوش مع بعضنا. وضحش. باهي 3 ايام التالي جاي تسيبورتي في طفل صاحبك وحقك باش تسيبورتي طفل صاحبك ما درناش بيك. انت خرجت
تقول اللي انا جيت سبيتك خاطر سيبورتيت انت طفل صاحبك؟ انا باش نخرج نسبك على خاطر انت سيبورتيت طفل صاحبك؟ ايش تحكي برو؟ برا شوف واحد اخر يصدقها الحكايه الحوله الزاد. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله لا درت بيه لا كلمته لا قلت كيفاش يسيبورتي في طفل صاحبه لا جبته ولا حتى شيء. قالوا لي برا يمشي يدخل لايف نتاعو في الاخر دخلت اللايف نتاعو في الاخر نلقاه حاطط غنايه وتحت الغنايه معناتها مسكر سيبون تسكر اللايف وقاعد يحكي هو تحت الغنايه يا مشتاق تروفيات يا درا شنو يحكي علي انا يا مشتاق تروفيات واحد. قلت له مانيش مشتاق تروفيات انا ديجا عندي تروفي كنت سارقه لي انت ديجا عندك تروفي اخر بتاع طفل صاحبنا وكان عندك في الدار واضحين. اقسم بالله هو يعرف اللي كان عندي تروفي هات نصوره لكم لقيته في داره قلت له راه هذا نتاعي قال لي لا ماهوش نتاعك قلت له والله نتاعي قال لي لا راه ماهوش نتاعك. جبت الوحده نتاع مكتوب على التيتر شنو معناتها شنو المركز اللي ربحته وعلاش ربحته وريتها له دخلت الستوري قلت له هاي ستوري راني مهبط ستوري راني انا ربحت التيتر هذاك بعثوه لي النيم شبيه معناتها شبيه عندك لهنا قال لي لا والله ما نعرف كل شيء. التيتر اللي عنده الاخر نحاله البلاك نتاع الاسم نتاع شنو التيتر وين ما تحب واحلف احلف نجيك تو اقسم بالله نجيك تو احلف ما صارتش الحكايه ذي اللي انا لقيت عندك تروفي نتاعي قلت لك التروفي ذي منين جبته قلت لي بعثوه لي مو قلت لك راهو نتاعي انا راني نلقى البلاكه وقتها من الوحده مكتوبه موست بوبيلار 2020 2021 قلت لك راهو نتاعي قلت لي لا قلت لك لا راهو نتاعي وريتك ستوريات قلت لك هاو انا مهبط عليه وقتها في ستوريات قلت لك وريتك ستوريات كيفاش انا رابح التروفي هذاك تنبست ممكن ولا مانيش عارف عليك. المهم انا ما قريتهاش معاك ما قلتش سرقني انا حكيت على تروفي اخر اللي مازال عندك التو اللي هو ماهوش نتاعك انا نعرف اللي هو ماهوش نتاعك. حتى الكونفرساسيون اللي بعثتها وهبطتها انت تسال فيهم على تروفي انت تو من جهه تقول تروفي بودور وتروفيات بودور عندك تروفي ربح 2020 تبعث لهم ميساج 2022 تحب على تروفيات تحب على تروفي يعطيوهولك باهي مش هذا موضوعنا. حكى عليا في اللايف نتاعو قال مشتاق تروفيات ولا شنو يا سفر يا درا شنو وانا وقتها اقسم بالله لا جبته اقسم بالله لا حكيت عليه اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله لا درت بيه بحتى كلمه. كي ريتو يحكي هكاك قال مشتاق تروفيات قلت له رجع التروفي نتاع اكس رجع له التروفي نتاعو خاطر نعرفوا التروفي اللي عندك هذاك غير انا ما حبيتش نحلب وما حبيتش نعورك قبل على خاطرك صاحبي وما حبيتش نخرج نقول راهو عنده تروفي مش نتاعو خاطر ما يجيش ما يجيش تصور انا نمشي نقول له اسمعني راهو هكا بيانيل سارق لك تروفي لا ما قلتهاش تعداو 8 شهور كي جبتني وقلت انا مشتاق تروفيات وحدك وقتها مطيشتها في اللايف قلت رجع التروفي نتاع فلتان واضحش واضح باهي من الحكايه هذيك. هاي سيدي نبداو. الحاجه الاولى سرقني شو معناتها سرقني بالكذب سرقني قال انا سرقته مراولو وسراولو كي جيت مروح انا هبطت ستوريات فيهم الفليجات وقت اللي مروحين هذه الاولى. مشيت برشا مرات بحذاه مانيش عارف على انهي مره اللي يحكي فيها انا سرقته فيها هو يعرف اللي انا امبوسيبل ومستحيل نسرقه انا نجم نقول له هات اعطيها لي الحاجه هذيك ونعرفه يعطيها لي في الوقت هذاك وهو يعرف نقول له اعطيني المريول طيب مدهولي نقول له اعطيني السروال طيب كيما قال كيما ديته مد لي السويت نتاعو هو مد لي السويت نتاعو باش نجي انا نسرقه لكن قلت اعطيولي المريول باش نسرقه ولا السروال راهو مدهول باش يحسبوا معايا مريول ولا سروال باهي مثال سرقني هذه الاولى. وقلت انت شيخ برشا تحكي على اللعبه وبعد قلت خليتك راسك ما تهزوش من الصحن هذاك علاش هدرت ما عادش عارف شنو تحكي انت خليتني انا راسي ما نهزوش من الصحن وتكلاشي فيا في لايفواتك بغنايه ارمستا يكلاشي في كلاي 2018 تحط فيها مش في بالك ارمستا غنى علي انا كي تحط انت وتبدا تغني معاها امسح الخنانه المسيبه خلصت حامل كوكا كيفاش تغني علي انا انت كي تعمل هكاك تتفورخ 30 سنه تحط في غنيه ارمستا يكلاشي في كلاي وتوري فيها للصغار وتقول لهم امسح الخنانه المسيبه وخلصت حامل كوكا. انت تعرف لحم كوكا يسني انا فلوس كنتش في سياقتك كنت نجيب حداك ممكن كنت نجي نسلك كوكا وزرطه وما نخلصش اللحامه من ويجيو يشكولك ليك انت. لا اله الا الله محمد رسول الله. باهي ثم موضوع اخر حكيتهم الحقيقه كنت نتصورك تحكيه
اما من جهه نقول ليه معناتها ما يربح منه حتى شيء. معناتها الموضوع بيني وبينه، فاهم؟ بيني انا وبينه هو، مش حكايه بين صاحبي وصاحبه جاي حكايه، لا، بيني انا وياه. سلفت من عندك فلوس صحيح، سلفت من عندك مره فلوس، زيد من عندك 5 ملايين، حكيتك في فلوس لقيتك. في بالي بيانيل عمرك الكل تستحقني، مش في فلوس، مش نجي نقول ليه راه يستحقني في فلوس، في بالي عمرك الكل تستحقني وتلقاني في برشا حاجات خير الفلوس. ظهرلي مش نستحقك كان بالفلوس، ظهرلي استحقيتك في برشا حاجات اخرين وانت تستحقني في برشا حاجات اخرين. مالا باش كنا اصحاب برو، باش كنا اصحاب. كان انا ما نستحقلكش وانت ما تستحقليش، باش كنا اصحاب معناتها، باش واقفين مع بعضنا. مش مشكل. لا عمرك اعطيتني حاجه من ايه؟ لو الحكايات اللي حكيتهم انا للعباد اللي انت حكيتهم بفمك، واللي انا ما حكيت عليك حتى شيء، تعرف اللي انا ما زلت ما حكيت عليك حتى شيء. حكيت وقلت موضوع جبته ومن بعد ما جيت باش تلعب وحكيت العباد ما تفاعلتش معك وما فماش حاجه باش يكرهوني عليها ولا باش يقولوا شبيك تزعل هكايا ولا مانيش عارف. قلت سكت. قلت الله اعلم. انا جاني صاحبه مره قال لي راهو الكليك نتاعو تعب، هذاك علاش ما يجيبش صغار. يا اخي مش في بالك تعاير فيا؟ كان انا ما نجيبش صغار، مش في بالك تعاير فيا بها بالحكايه؟ مش تعايرني، مش تقول لي يلي ما تجيبش صغار، تقول تكتب حاوي، تقول يا حاوي ما يجيبش صغار. في عينيك انت اللي ما يجيبش صغار حاوي نجم يكون ابتلاء. انا نتحداك على خاطر ظهر لي مش باش نجي نتحدى انا العباد نمشي نجيب صغير غدوه باش العباد تطلع كذاب. انا نتحداك انت، انا نتحداك انت، وانت كانك راجل انا باش نتحداك قدام اي انسان يتبع في المشكله. ما هو انت ماشي بالك تعاير فيا وقلت انا جاني صاحب وحكي له مش انت جبتها، مش انا حكيتها لك حتى، فهمت؟ خاطر انت صاحبي بالكدا، تعرف اللي كان جات فما حكايه ممكن راني قلت لك، فهمت؟ راني قلت لك راهو مبتليني ربي ما نجيبش صغار والا يا الله غالب، انت فهمت؟ ما نتصورش روحي باش نجي نكذب عليك هاي ليه هات نجيبهم صغار وان شاء الله قريبه فهمت؟ وزيد بو ما عندكش دخل اصلا، لا انت عندك دخل لا حتى اي انسان عنده دخل في الحكايه ذي، فهمت؟ ولا ينجم يجي يقول لي اش نعمل ولا اش ما نعملش، نجيب ولا ما نجيبش. لكن انا غدوه اني طالع لي للصفاقس، اليوم نطلع للصفاقس تعدي لك غدوه للدار، نمشي انا وياك للطبيب، فهمت؟ وانت كانك صادق صح عليك، وانا كان طلعت ما نجيبش صح عليك، تلقى باش تعايرني ما يسالش، انت ساكت وماكش راجل، فهمت؟ نيكومبا كان طلع الموضوع صحيح صح عليك، هزوا خويا طلعت لك ورقه تحليل وقت عاير الزبي باه، وكان طلع الموضوع غلط. باهي بالنسبه للموضوع معاك يوفا غدوه كان عندك كلام وكان بالرسمي خاطر شوف العباد راهوني نتفرج ونشوف انا، فهمت؟ العباد اللي تتبع فيك ما فما حتى انسان. باهي بالنسبه للموضوع معاك يوفا غدوه كان عندك كلام وكان بالرسمي خاطر شوف العباد راهوني نتفرج ونشوف انا، فهمت؟ العباد اللي تتبع فيك ما فما حتى انسان جماعات، ما فما حتى انسان قررت اللي تحكي فيه صحيت ولا راك اللي تحكي فيه عيب، خاطر في بالك تو نفسر اللي انت فاش حكيت وانا تو حكيت شيء. في بالك اللي انا راني ما نخممش وما جاتش لمخي باش نخمم ونجبد لك دوسياتك ونبدا نحكي عليك ونبدا نشوه لك في سمعتك، علاش؟ خاطرك انت ديجا مشوه من عند ربي، انت ديجا من عند ربي مشوه، انت ديجا اللي تحكي وقلت انا ما نعملش مشاكل وتو بديت تتمجد لنا في فري فاير وفري فاير رجعت قويه وفي باش العباد ما تمشيش وتخليك انا رجعت قويه وانا رجعت انت ما تعملش مشاكل مع العباد. حمل عبد قداش من مشكله عملها، قداش من عركه عملها، قداش من واحد عايرته، قداش من واحد سمعته الكلام، قداش من واحد دليته، قداش من واحد انا الزبي صاحبك وما لقيتش فيك الخير، خلي العباد. فما عباد تقول لي فوت الموضوع كهو عزيز يسي ما سايب عليك ما كذا، لا يلزمكم تفهموا مليح، راهو السيد هذاك انا كنت حاسبه خويا، راني ماكل انا ويا الماء والملح، راني ما جيتو بشيء، راني ما حكيت عليه بشيء، راهو هو اللي بدا اللول، هو اللي خرجني لهماك تروفيات ولا شنيا. قال لك انت تتهمك في تروفيه، طيب تتكل ودي انا التروفيه اجي نهزك نوريك، اجي نهزك نوريك، هاي سيدي حنوريك انا التروفيات اللي عندي، اللي انت عندك بتاع المليون في قال لك راه دايما عنده منه حد ولا شويه قليل. سوبر ستار موست بوبيلار داي في الفيتنام ماخذه، هذايا في الفيتنام ستريمر اوف ذا، هذايا سوبر ستار، هذايا التيتر اللي كنت سارقه لي انت بالمره، هذه كانت منحيه هاي هذه ريتها
كانت من ناحيه خاطر انت كنت مخليها كحله على خاطر تعرف كان انا نهار باش نجي لحداك ونقرا هذيا نعرف اليوم تاعي. يا اخي انا لقيت هذيا في القجر وحدها مطيشه. قلت لك يا بنين اخي وين نتاع تروفيه شنو هذا؟ قلت لي ما نعرفش. قلت لي لا ما نعرفش نتاعنا تروفيه. ما قلت لك ليه راني نتاع التروفيه هذايا نتاعي. يا اخي قلت لي خليهولي ما هو عندك برشا. اها ما اللي عندي. يقول قائل التروفيات يا اخي ايش يعملوا عنده معناتها الوقت هذاك النيمو بعثت لنا التروفيات مع هو كنا في حتى في كرتونه تروفيات اللي جاوا مكسرين اللي كذا. هذه التروفيات يبعثهم لي هو قال لي جاوك. الا يوم من الايام طلعت بعدين نلقى تروفيه اللي وريته لكم هذاك على خاطر اقسم بالله اطول هبط لكم ستوري وقت اللي بعث لي التروفيات او شرحت لكم ستوري وقت اللي بعث لي التروفيات كيفاش صورتهم مع بعضهم وهذاك ما كانش موجود معاهم. هذاك مشيت نلقاه انا عنده في الدار قلت له هذايا نتاعي باش نهزه. علاش؟ خاطر لقيت الكارت تاع التيكي هذيك اللي محطوطه البلاكه اللي هو التيتر ذا راهو نتاع الجائزه نتاع عام كفلتين الفلتاني. سمعوا باش نحل بارونتيز صغير ونسكروا ابروبو الموضوع نتاع عركة عزيز وما نجمش نقول صاحبه وما نجمش نقول راجل ما زوز ما نجمش نقولهم الحقيقة. باش نحكي بيان سور بكل تربية وبكل مصداقية معناها معاكم. حاجتين بركة غاضوني في الموضوع الكل. مش غاضوني ما نجمش الحقيقة ما نحلش ستوري ونحكي فيهم. حاجتين تقالوا غاضوني انا نحب نتكلم فيهم. باهي باش نبدا باول حاجه اللي هي كيما ريتو في ستوري عزيز قالوا انت جيت حذايا شهرين. اذا كنت ناسي افكرك انت جيت حذايا شهرين لصفاقس. احنا شهر مشينا مش شهرين. روحت هزت لي دبشي الكل. قال راجلي قال عزيز قلت اللي عزيز روح لك بدبشك الكل. اول حاجه هاني باش نقولها تو قدام الناس الكل وباش نعمم الناس الكل. انا ماني سكنت في عزيز وستيم ونعرف صحاب عزيز الكل. صحاب عزيز الكل يلبسوا حوايج عزيز. اللي يجي لعزيز وستيم كسوا من عزيز وستيم ولا برا عزيز وستيم يلبسوا حوايج عزيز. هذه حاجه. ثاني حاجه انا موجوده مع عزيز حتى مجرد اني باش نغلط في مريول عزيز ومريولك ما نعملهاش امبوسيبل. والقران والرحمن مالا عزيز خلى دبشو في دارو وهو قعد كسي به روحه قسما برب الكعبه لمده عام اقل شيء سبيدريات. وكان ديما يسالني امنه ابعث لي باجيت نتاع الكولابوراسيونات نتاعك خلي يبعثوا لي شويه قش وشويه سبيدريات. حاب نقول لك حاجه واحده امبوسيبل دو لامبوسيبل عزيز نلبسو دبشك على خاطر تو سامبلومون عندك القشره في وجهك وفي شعرك وتعيفني الحقيقه نعيفك معناتها ما نجمش. والقرآن والرحمن والقرآن والمصحف دبشك ريحته نيتنا بالصنين. والقرآن والرحمن كيفاش انا نخلي راجلي يلبس دبشك؟ هذايا امبوسيبل معناها دو لامبوسيبل. دو امبوسيبل نغلط في حوايج عزيز. دو ما نحملش انا في نفسي ما نحملش نلبس راجلي حاجه من قشك معناها. هذه الحاجه الاولى السبب الاول. ثاني سبب حبيبي نقول لك اللي مريول من عند عزيز مش مريول منقاله من عند عزيز تشري لك قالسك الكل. يا اخي انت دبشك منين ما ياخذوا؟ اخي دبشك ما ياخذوا من سوق تركيا. انت منين تاخذ فيه؟ عزيز اقل شيء اقل حاجات كالفين كلاين تومي ما يلبسش عزيز حاجات كيما اللي تلبس فيهم انت. هاكا من انت مريول تشينغ تشونغ ولا نيم في ايش تلبس يا اخي؟ انت باش يهزلك دبشك عزيز انت ايش تلبس؟ سبونج بوب عزيز يلبس عايشك في الماركيت. منين يهزلك في دبشك؟ منين؟ ثاني حاجه مهمه باش نحكيها ديجا باش نحكيها باش هاكا نجاوبو هو ونجاوب برشا عباد. قالك ما يجيبوش صغار. انا وعزيز ما نجيبوش صغار. علاش الساعه؟ انت شكون قالك اللي احنا ما نجيبوش صغار؟ هذه الحاجه الاولانيه. ثاني حاجه انت تحس روحك راجل. انت حتى كان بيناتك انت وما نحبش نقول صاحبك خاطر عمرها ما كانت صحبه هكا بيناتكم مشاكل ويا نطلع انا بالحق ما نجيبش صغار ولا راجلي ما يجيبش صغار. تحس روحك راجل كي تعارك معاه تجبد له موضوع هكا. انت تحس روحك راجل حتى كان جاي الموضوع صحيح تحس روحك مش نورمال. العباد تضحك عليك تضحك. انت تتمنيك على حاجه ربي خاطرك ماكش تتمنيك على عزيز ولا لا بالعكس انت بتتمنيك على حاجه ربي. اذا كان احنا بالحق الكلام اللي انت قلته ما نجيبوش صغار ودرا شنو. اما ما يسالش خلينا نجاوبك عليه الموضوع نتاع جيبان الصغار باش تبرد شويه باش نبردك نفسك.
ميسالش باش نجاوبك وباش نجاوب برشا امثالك بيان سور يسالوا في الموضوع باش نحكي في موضوع انت معناه يخص حياتي اما ميسالش خلينا نبرد لكم على قلوبكم. الجبان الصغار سي ان شوا بيرسونيل حتى حد ما يعنيه الامر. يعنيني انا وراجلي. انا عمري 23 سنه، راجلي عمره 24 سنه. انا نحس في روحي مازلت بيبي وراجلي مازال صغير في العمر ومازالت الحياه قدامه. مازلنا ما نحبوش نجيبوا صغار تو. هذه الحاجه الاولى. السبب الثاني اللي ما نحبوش نجيبوا عليه الصغار تو خاطر نحب كي نجيب صغير نجيبه مبني معناها عنده سيس باز عنده باز. تعرفش معناها عنده باز؟ مش حك راسك جيب صغير يا اخي. هي سهله الحياه. انا وراجلي مازلنا نحبوا نعيشوا نحبوا نتفتقوا في الدنيا نحبوا نعملوا اللي ما عملناهوش حياتنا الكل. مازالت الحياه قدامنا باش نجيبوا فيها الصغار تو. مانيش مستعدين باش نجيبوا الصغار. ابردوا نتوما. احنا تو رانا مانيش مستعدين باش نقوموا بمسؤوليه بيبي. خاطر كي نقولوا بيبي راهو تعرفش انا وراجلي مازلنا نحبوا نعيشوا نحبوا نفتقوا مواهبنا نحبوا ندوروا العالم نحبوا نسافروا ومن بعد نجيبوا صغار. والصغير ما نجيبوه كان ما يبدا عنده كونت في البنكه كان ما يبدا اموره واضحه كان ما يبدا ام وبوه بطبيعتهم راكزين. خاطر احنا تو مازلنا طايشين مازلنا نعيشوا هكاك في الحياه. نحب انا نجيب صغير وانا راكزه وراجلي راكز. مازلنا طايشين احنا تو مازلنا مفتقين مواهبنا. يعني راهو الشوا متاعنا احنا توكي احنا نقرروا باش نجيبوا بيبي تو نجيبوا البيبي. حتى الكلب في الشارع يعمل بيبي يا بابا. كان في بالك بروحك راجل وتعاير بالبيبيات العباد تضحك عليك. العباد تضحك عليك يا ما نجيبش انا صغير ويكبر شويه وما نتفاهمش انا وراجلي ويصيروا مشاكل وعنا مانك في هذا ومانك في هذا ويتشتت الصغير ويكبر ما هوش اكيليبري وبعيد على امه وبعيد على ابوه. وانت فاهم قصدي. هذه الحاجه الاولى. ثاني حاجه واهم حاجه شبيت ما عملتوش انت صغيره عمرك 30 سنه مكهب على 31 ولا 32 علاش ما عملتوش انت صغير؟ شبيت ما عرستش ما رضات بيك حتى طفله ما ترضى بيك الحقيقه. ساعه انا واحده من الناس كي نرى القشره اللي في وجهك وفي شعرك وفي حالتك بكلها ما نفهم معليش انت تو ماكش في علاقه معناه. وسامحني في كلمه ما نفهم اللي انت تو علاش ما عملتش علاقه. انت بعدنا على ذكوره ما يحملوكش. انت حتى لناثي ما تحملكش. ريت لناثي ما تحملكش. خمم في روحك انت عرس وجيب صغار. انا وراجلي معرسين متلنين عاملين جو بدارنا لاباس علينا. عندي عائلتي ورايا وعنده عائلته وراه والحمد لله يا ربي فرحانين مع بعضنا كهو. وبربي خارج تحكي باش نعاود نحل البارونتيز ونسكروا. خارج تحكي اذا كنت ناسي افكرك انا راني بنوته قلقاله. اذا كنت ناسي افكرك انت زاد ركليت الماء والملح في داري على شهر. يا شومي عرعس فقسيه انت. سكن هذاك شهر عايرتنا وانت انا ماكله قسما برب الكعبه والقران والرحمن هاني نسوق وماشي على ثنيه والقران رانيا اشهد شهاده حق. ايجا رانيا اشهد شهاده حق. بيتزا ياكلها على قداش رانيا؟ 3 ايام. قسما برب الكعبه بيتزا ياكلها على 3 ايام والقران وهذه نعمه ربي. بيتزا ياكلها على 3 ايام 100 شر انت. انا ما ملح حطيتو في كروشنا بفلوسنا. جينا لصفاقس نصرف بفلوسي ونخرج بفلوسي. تي نخدم في كولابوراسيونات في صفاقس. انا وقت جيت حذاك انا ندخل في الفلوس بحذاك. انا حتى في صفاقس بحذاك ندخل في الفلوس. اما ماكله تحكي عليها وما وملح عايش ولدي اما عايش بنتي سامحني. انت انسان قهدي. انت صحابك حكيت عليهم وصاحبات صحابك حكيت عليهم وما فماش واحد ما حكيتش عليه. المهم مش مهم. وخارج اسمعوا انا اخر مره باش نجاوب خاطر العباد تبعث لي صفر وشمك فيه ما تجاوب. شكون؟ اللهم عندك مترجم يفهم تونسي ويفهم هندي باش ينجم يترجم الفاناتك الهنود. خاطر انت اللي في بالي بيه ما عندكش فانات. انت فاناتك هنود. هذا هو وقلت بفمك الشيء هذا. كون شي زاده تنجم تقول فانات اللي تهزلوا في القفه. اي يمكن هكاك يمكن صحيح. بطبيعته هو عامل صوم بالاغا مشاشو نتاعو قاعد تعمل له تجيب وتهز في الكلام بيان سور وقاعده تهزلوا في القفه. فماش ما مولك وفماش ما تدخل معاه الشركه وين مصلحتك وين انت بالطبيعه. كل شيء هذوكم فانات اللي يكتبوا لك صفر خاطر بيان سور سيدكم يراوها صفر بيان سور اوكي. اما انت منين؟ من الهند فاناتك من الهند عندك مترجم هندي يفسر لهم. بهيشي والله غالبه حسي الويل.